السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفتي رائعة، وصفة شتاء. يلا يلا كل وحدة تروح للمطبخ وتعمل معايا الوصفة. السحلب السوري أو السحلب التركي أو السحلب المصري، مختلف المسميات طبعا. يلا، الشتا يبي أجواء البخور وأجواء السحلب الساخن. يلا دفي بيتك ودفي أولادك، المكونات موجودة في كل منزل. يلا ندخل على الطريقة. معايا 2 كوب أرز، 2 كوب حليب بودر، هو طبعا حليب النيدو، 2 كوب نشا. طبعا ضروري مرحلة انك تنخليهن، والأرز تقدري عادي انك انتي تطحنيه في بيتك. طبعا شفتي، ضروري انك انتي مرحلة النخل ضرورية جدا. 2 كوب سكر مطحون، سكر بودر، اطحنيه في منزلك. تمام. يعني الشتا يبي اشياء ساخنة، لا تكسري. يلا اعملي ودفي بيتك. طبعا انا من محبين الشتا، مش من محبين الصيف. الشتا له اجواء البخور واجواء الدفا واجواء المشروبات الساخنة، يعني بصراحة انا من محبين الشتاء. و2 كوب جوز هند، و2 كوب كريم شانتيه هو دريم ويب. تمام. هنعيدها: 2 كوب أرز مطحون، 2 كوب نشا، 2 كوب كريم شانتيه هو حليب طبعا هو الدريم ويب، و2 حليب بالبودر حليب النيدو، و2 كوب سكر ناعم، 2 كوب سمسم. ضروري مرحلة السمسم تكوني تحمصيه على النار. طبعا لو حابين انكم تستغنوا على السمسم استغنوا عادي، بس انا ما انصحكمش نهائي انكم تستغنوا عليه لانه يعطي طعمه خيال يتجنن. طبعا طلعت لي كمية محترمة وتخلص لك الشتاء كامل. طلعت لي 2 عبوة زجاج، بصراحة كمية افضل من انك تشتريه من برا. اول شي غالي، تاني شي فيه مواد حافظة. شفتوا معايا؟ بصراحة يجنن. طبعا هنطبخ السحلب. 2 كوب حليب على كل 2 كوب حليب. طبعا لو انتوا حابين انكم تضيفوا السكر ضيفوا عادي بزيادة، بس انا خلاص حطيت في خلطة البودرة. انا على النار مش هنزيد اي سكر. تمام. حسب ذوقك، ما نحنا اوكي السكر بالكمية هذه تناسبنا. تمام. راح نحط 2 كوب حليب، على كل كوب حليب 2 ملعقة بودرة السحلب. يعني 2 كوب حليب. لو حبتي خفيف كل كوب حليب عادي حطي ملعقة واحدة من بودرة السحلب. وطبعا حركيه بالمشبك وحتضعيه على النار لدرجة الغليان. وطبعا صحتين وعوافي، وحاولوا انكم كلكم تجربوه لان الشتاء يبي اجواء البخور واجواء المشروبات الساخنة. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم.